توقعاتي المباريات الدور ثمن نهائي من كأس افريقيا. الماتش الاولاني نيجيريا والكاميرون، ماتش قوي برشا، زوز فرق يكوروا مليح، لكن نتوقعها نيجيريا. انغولا وناميبيا، انغولا تعدت في المرتبة الاولى في مجموعة الجزائر وبوركينا فاسو، وناميبيا تعدت كصاحب احسن مركز ثالث، دونك انغولا. الماتش موريتانيا والراس الاخضر. موريتانيا يعني عدت كومبيتيسيون كبيره برشا، حققت اول انتصار لها في الكان. الراس الاخضر هي مفاجاه البطوله لحد الان، والحصان الاسود، دونك نرشح الراس الاخضر. المغرب وجنوب افريقيا. المغرب اكيد. مالي وبوركينا فاسو، ماتش قوي برشا، نتصور مش يمشي بلانتيات، ونرشح مالي مش تتعدى الربع النهائي. السنغال اقوى فريق لحد الان في البطوله، 3 انتصارات على 3. الكوت ديفوار يعني ترشحت كاحسن مركز ثالث، دونك رشحوا السنغال. مصر والكونغو الديمقراطيه، ما تشبه الرسمي اللي يربح فيه موش راجل. مصر عندها 3 نقاط، 3 تعادلات، والكونغو زادت ترشحت الدور ثمن نهائي، زاد ب3 نقاط ب3 تعادلات. يعني شكون مش يحقق اول انتصار ليه في البطوله؟ توقع الماتش هذا زاد مش يمشي تعادل، واشوط اضافيه مش ترشح مصر. غينيا الاستوائية وغينيا كوناكري. غينيا الاستوائية الأمانة منتخب قوي برشا، 7 نقاط ترشح في مجموعة كوديفوار وغان كوديفوار ونيجيريا، دونك رشحوا غينيا الاستوائية. ربع النهائي نيجيريا وأنغولا. نيجيريا. راس الأخضر والمغرب، ماتش مش سهل على المغرب، لكن نتوقع المغرب مش ترشح. السنغال ومالي، ماتش دمدوم، ماتش مش يمشي نتصور أشواط إضافية، لكن ترشح السنغال. غينيا الاستوائية ومصر، نتوقعها فوز المصر. نيجيريا والمغرب، ماتش مش يكون قوي برشا، المغرب اكيد مش ترشح المغرب. السنغال ومصر، مم، إعادة نهائي كأس أفريقيا في النسخة الماضية 2021 في الكاميرون، لكن نتوقعها يعني رحلة المنتخب المصري مشتوفة في الدور نصف النهائي، والسنغال مش ترشح للفينال. المغرب والسنغال بالرسمي من أقوى زوز فرق في أفريقيا. المغرب أداء يعني اللي شفناه في كأس العالم لحد الآن في كأس أفريقيا، السنغال بطلة كأس أفريقيا، يعني زوز فرق يستاهلوا أنهم يوصلوا الفينال، متوقعهم يوصلوا الفينال. لكن في الآخر نتصور المغرب مش تهز البطولة، وثاني لقب لها في تاريخ. ألف مبروك الأسود الأطلس.